دخلك الشهري كام؟ الله اكبر، يعني شهريه ممكن 3 مليون. عايز بنوته مبطرخه. رخا. تعالوا يا جماعه نشوف صاحب العربيه رانج روفر عسل، عربيه مميزه واكيد صاحبها بيشتغل حاجه مميزه، يدينا نصايح. سلام عليكم. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ شعلان. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. يا شعله ماشيه شعلان شغال. ارحم امي العيانه. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، عربيتك جميله جدا. عايزين نعرف منك بتشتغل ايه؟ حلو والله. الله يخليك. وتدي نصايح للشباب اللي بيتفرجوا علينا، ايه رايك؟ يعني يلا بينا. يلا بينا. قلت لكم يا جماعه في امل، اكيد هيفيدنا المره دي، هيفيدنا بوظيفه حلم كل شاب. سيدي المعلمين، من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بتمنى اليوم اللي اكلمك فيه واشوفك عن قرب. عامل ايه؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الشباب دلوقتي المفاجأة الحلوة دي. الله يخليك. الشباب دلوقتي تعبانه، عايزينك تفيدنا، تقول لنا انت بتشتغل في ايه؟ ايه البيزنس اللي ينفع مع الشباب دلوقتي؟ بس نبدا بيك انت الاول. انا مربي دود از. مربي دود از؟ الدوده؟ دوده. الدوده ركبتك رنج؟ الحمد لله. لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله. طب اشرح لنا ازاي بقى الموضوع بدأ معاك، وازاي جبت الدوده يعني بدات ب 10000 جنيه؟ دوده. 10000 دوده. حلو. 8000 نتايه و2000 ذكر. يا سلام. ياه، اشمعنى عدد الذكوره قليل والنوتي كتير؟ بالنسبه للنوتي الناتج بتاعهم بيبقى اعلى شويه. الذكوره بتاعت الدود الاز بتبقى حاميه شويه. عامله زي الراجل المصري، بالظبط. حامي كده في كل حاجه. والله هي كفيله ان هي تكفي 8000. يعني انت والناتج جبت ما شاء الله يعني كويس. تكلفه هي الدوده نسبة وتناسب. نسبه وتناسب. عايزك تشرح لي كده الدوده بتقف عليك بكام، واشمعنى اخترت المجال ده، وازاي كبرت؟ الحمد لله. يعني بص، تكلفه الدوده من البدايه حوالي من 350 400 الدوده. الدوده وهي صغيره؟ انا بتكبر عندي فممكن توصل 5000 جنيه. ادي الكلام اللي يجيب فلوس. 5000 جنيه لما تكبر. اما تكبر. لا مشروع قوي. اني افضل في انتاج الحرير، دوده الاز النتايه ولا الذكر؟ لا طبعا النتايه. النتايه. الذكر دوره هو في تكاثر الدود. تكاثر الدود. اللي هم ال 2000. انا يعني لسه قايل لك انا جايب 2000 ذكر و8 نتايه. صح. وهم الذكر عندي بيبقى حامي. تخن موحوح. طب انت طالب عماله، عشان الشباب كتير اللي بتتفرج علينا، تنصحهم بايه او يشتغلوا في ايه؟ والله انا طالب عماله، عندي عجز في العماله. كلهم مش راجع. مرتب عندي بيبدا من 1200 دولار للعامل. انا مش عايز من الدنيا غير انك ترضى عني وتعملني من رجالتك. للعامل. بس إيه هو الشروط بتاعته؟ الشروط قول. عنده خبره، يعرف يميز النتايه المبطرخه الكويسه اللي فيه ناتج ليها من الذكر. ده شيء في منتهى الخطوره يا فندم. النتايه المبطرخه الناتج بتاعها عالي. في نتايه مش مبطرخه؟ طبعا. دي ما بتتطلبش معاك؟ طبعا. لا بتبقى، لا بتطلب، بس بيبقى مش زي المبطرخه، ليها انتاجها اعلى شويه. انتاجها اعلى. الحاجات الزرايب دي. اللي هيجي يشتغل هيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ يعني الشباب تبقى هو جافه. هيجي وفي اتش ار هيقعد معاه ويفهم الشغل فعلا في شباب كتير عندهم خبره في دود الاز والله اللي عنده خبره شعله معانا اهو وعلى الصفحه، وهو يعني اشهر من نار على العلم. وانا بحبه اصلا والله. الله يخليك والله العظيم، ده شرف ليا قوي. الله يخليك والله. يعني يا جماعه اي حد من صحابكم شاطر في موضوع دود الاز، يعرف النتايه المبطرخه ويطلع يفصل الذكر من النتايه، هنسيب لكم برده رابط الشركه، برده انا استاذنك ناخده. نسيبه لكم في اول كومنت يا جماعه. الحمد لله المصنع عندي بيطلع اجود انواع الحرير. الحمد لله. وبنصدر، البراند بتاعنا معروف، والحمد لله الدوله بتدعم برضه وبتساعد الحمد لله، والدنيا كويسه يعني. وبنصح الشباب اللي ما عندوش اي شغل وبيدور على شغل، الرابط موجود. لحد دلوقتي ما عرفناش انت دخلك الشهري كام؟ يعني الحمد لله الله اكبر، يعني شهريه ممكن 3 مليون. 3 مليون. يا احمد. ده صافي؟ الحمد لله صافي ممكن يوصل 3 مليون. اكيد. بسم الله ما شاء الله. يعني ام الولاد مبسوطه، الدنيا جميله. لا انا سنجل. ان شاء الله. قول لنا بقى مواصفات شريك حياتك، عشان في بنات كتير جدا بتدور على راجل ابن حلال. مواصفات شريك حياتك تكون ايه؟ طالب منها ايه؟ هتقدم لها ايه؟ فيلا في مفيدا. يا حلاوه. فيلا في مفيدا. ان شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بس في شروط كده. بس ايه هي الشروط؟ لا هطول معاك بقى، نقعد بقى نطول. لا قول، هم موافقين اللي بيتفرجوا علينا. قول الشروط ايه. يعني هو مبدئيا كده الجمال طبعا. الجمال اهم حاجه. وبعدين ادب، وبعدين في شويه كده حاجات كده. زي ايه بقى؟ لا قول احنا اخواتك وبنتفرج عليك. قول ما تتكسفش. قول لي اول صفه مهمه لكل البنات اللي بتتفرج علينا يا جماعه، عندها المواصفات دي يا جماعه، تكتب لنا في الكومنتات ايه المواصفات البنت اللي بتدور عليها. لا تجيب لها فيلا في مفيدا. انا من كتر شغلي مع دود الاز
يعني موضوع المبطرخه دي الخلفيه فدي مهمه جدا. عايز بنوته مبطرخه. بطرخه بسم الله ما شاء الله. بطايه. بطايه. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان ده. تكون بتحبني. اهم حبيتك فين؟ لا هم هيجوا لسه. ماشي هيجوا. احنا كل ده بنصور ولا تمنتج؟ لا ده كل ده هنصوره. عايزه طبقه غنيه، طبقه متوسطه بسيطه. الفلوس بتدور على الفلوس؟ لا خالص، الفلوس دي اخر حاجه. يعني خلاص مش الفلوس عايز موجوده. لا الفلوس مش الفلوس منشن لصاحبتك اللي بتتفرج علينا، قول لها خبير دود از جوزك المستقبلي بشنطه هدومها. زغرته يا اخوان، يا حتى زغرتي والنبي يا نسوان. جوزك المستقبلي خبير دود از، جوزك المستقبلي خبير دود از وفيلا في مافيدا. بسم الله ما شاء الله. لو شايفه نفسك مؤهله للمواصفات، تعرفي تميزي الدوده المبطرخه من الدوده العاديه، اكتبي لي في الكومنتات. ده بند مهم جدا. تكون بتفهم في الدود. خليها مديرة اعمال الشغل. مديرة اعمال. هروق عليها خالص. لا يا جماعه عريس ما يتفوتش. طب لو ما لقيناش بنات شغال رجاله؟ لا رجاله ايه يا باشا؟ انت بتهزر. الشباب تعبانه يا استاذ. ايه يا استاذ الارقام دي يا استاذ؟ لا يا باشا، انا راجل صعيدي يا شعلة، انا راجل صعيدي. لا مفيش الكلام ده، بس لو في رجاله شغال. لا انا قصدي على الشغل. انت قصدك انا قصدي على الشغل يا استاذ. الموضوع بسيط، الشغل كتير والدنيا موجوده، بس اللي يسعى ويدور